مساء الخير. مشينا بأرخن ضيوف ديدا، مشينا محورا، مشينا ربي أكد تخلوبة نائب رئيس الاتحاد الأدباء والكتاب السريان، بشمد خيادة الصبر وسايوم السورياي اتحاد الأدباء والكتاب السريان. قبل أخو مشينا بآذا رمشة محرايا رمشة صبرايوثا اتلن أمد أن قضيته دانا بسمته محورا وليد متوكا ديتل مجموعة باخد لو دخل توقيع قرشت درعنا الكنشتة دمحرة شمح رحلتي عبر الزمن، رحلتي عبر الزمن. فمشينا بقوخن دي تحضير آخال جيبا قايم ماد مشارخ بفقرات خرزة ديدا برنامج ديدا بتقيمة سمخة خذ دقيقة شتقة يقارة رخاثة سهذة التنيثة حرة تنيثة خيرتة. مشارخ لخرزن بغذا تنيثة كريثة مقرولة رابي أكد مراد تخلوبة دريشانة خيادة صبر وسايومة سورياي باقد رابي. بشينا ثيلوخن كلوخن بصيخي وخديو من رخمن خورا وليد إلى بلد خكثة وخاثة وصورت منتيثة طالة وخشون أي قماية لشولي قماية لقو مشتاخت مردوثة صورة هاولا قامة بالزودة ومنتيثة طالة. أخني كأخ ويادة صبر وسايم السورياي جزوثة خامن والياثا إلى دم عضرنوخ يعني مساعدوخ كثاون وصبرا تهاويبا شتائيذ خمنيانا من تكثاوي طوعوخلو وهاويبا مقروخ خرزة مخيث الدرانة أو حفل توقيع الداني كثاوي خاثة شاتع ورتا كذيتم جانوخن بزودة من 8 كثاوي بن مصياثة بن إمكانيات الاتحاد زوري إليبن طوعوخلو وفرسخلو وودلن طالو خرزة بريشة شاتت تريلبو شتوسري التنصورة من يانا بشرى بهاوي وهاو يمشو تبانة بش كبيرة وهاويلن كثاوي ببريشوث أخني بلشان يمايا كي بخلو بلشان السورة أدقى إن بلعزة بغديدة هاوي بلعزة برطلة هاوي بلعزة القش بلعزة عنكاو أخني هذه كل والي ثنيلة دهاوخم عذرناني طالت كل أني أخنواثا كثوي وما تكثوي هاوي قبيلة من الصعتة ممكن بايش طويعة وشاقل شوبي قاو طوعتت كثاوي هاوي تنبسيم كبير لحضرتوخن ومنتيثة طالت رابي وليد وإن شاء الله بخازوخ بالخانة بشرابة قود عتيد قريبة بسيمة كبيرة. شاعر وليد متوكا في رحلته عبر الزمن، هذه الرحلة التي بدأت من بغداد مكان ولادته إلى بغدادة حاضنته العزيزة والتي يفتخر بها والتي أعطته الكثير من الإلهام في كتابة نصوص شعرية. نصوص شعرية رحلتي عبر الزمن صدرت عن دار ماشكي للطباعة والنشر والتوزيع في الموصل، تتضمن 25 قصيدة وتتضمن هذه القصائد خلجات كذلك تأملات تشكي أمور أخرى ستكون بين أيديكم هذه المجموعة في ختام جلستنا هذه. الآن نكون مع السيرة الذاتية للشاعر وليد متوكا يقرأها الأديب عصام ياكو، فليتفضل. بتقارنها بشأن عربايا تويا فهمتا الكل ملن. السيرة الذاتية للأديب والشاعر وليد متوكا. الاسم وليد يلدا عبوش متوكا من مواليد بغداد الكرادة الشرقية 1967. التحصيل الدراسي بكالوريوس لغات كلية اللغات جامعة بغداد، قسم اللغة الإنجليزية مع اللغة الألمانية. الدورات التدريبية دورة لمدة 3 أشهر في مجال العلاقات الدولية جامعة بغداد، مهارات وأساليب الترجمة الحديثة،
مهارات التيسير للجلسات التدريبية، العلاقات العامة والأتيكيت الدبلوماسي، الحملات الإعلامية والتواصل في المؤسسات الحكومية، التخطيط الاستراتيجي، الأمن السيبراني، الإعلام والتواصل الاجتماعي المؤسساتي. تنامى لديه النشاط الأدبي والثقافي منذ تسعينات القرن الماضي، لا سيما في مجال كتابة الشعر، القصة والمقالات الافتتاحية، وتم نشرها في عدة صحف محلية ودولية. الصحف التي نشرت فيها كتاباته: صحيفة بهرة، صحيفة الزمان الدولية، صحيفة الشرق الأوسط، صحيفة صوت الأمانة بغداد، صحيفة المستقبل، صحيفة الحياة الجديدة، صحيفة صوت بغداد، الصحيفة العراقية الأسترالية الدولية التي تصدر في أستراليا، صحيفة نينوى في كندا، مجلة موتوى عماية، مجلة الكاتب السرياني، ومجلة الإبداع السرياني. عضو نقابة المترجمين العراقيين، عضو الاتحاد الدولي للمترجمين، عضو اتحاد الأدباء والكتاب السريان، عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. الوظائف الحكومية: مدير العلاقات الدولية في محافظة بغداد لمدة 7 سنوات، موظف في شعبة الإرشاد السياحي في المتحف البغدادي، موظف في قسم التخطيط والمتابعة بغداد، مدير شعبة ممارسة المهن في مقامية قضاء الحمدانية نينوى، حالياً إعلامي في المكتب الإعلامي لديوان محافظة نينوى. اللغات التي يجيدها الكاتب: اللغة السريانية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، واللغة الألمانية. وتودي المريو أمينوئيث، والشكر لربي دائما. رحلتي عبر الزمن. هناك قراءة ودراسة موجزة عن هذه المجموعة سوف أقرأها عليكم. بعد قراءتي لهذه المجموعة كتبت هذه الدراسة أو الاستعراض النقدي: نزيف الذات وقلق الرؤى، في مجموعة نصوص شعرية بعنوان رحلتي عبر الزمن للشاعر وليد متوكة. صدرت المجموعة الشعرية البكر للشاعر تحت عنوان رحلتي عبر الزمن عن دار ماشكي للطباعة والنشر والتوزيع في الموصل. تتضمن نصوص شعرية يوثق فيها الشاعر أفكاره وإرهاصاته وخلاجاته شعراً عبر رحلة حياتية بدأها من بغداد مكان ولادته إلى حاضنته بغداد. في مجموعة رحلتي عبر الزمن نقرأ عن رحلة حياتية لا تخلو من الهواجس والمخاطر والقلق، صاغها شعراً، حيث يغوص الكاتب بحسه المرهف في ثنائية غير متكافئة فيها السلب والإيجاب، يتكئ على أريكة تحمل رؤى وشجونا نابعة من قلب ثر بالحنين إلى الماضي، والكم الهائل من الألم والمعاناة نتيجة الظلام الذي خيم على البلد مدى السنين العجاف، والذي دفع ضريبته جميع أبناء البلد وخاصة أبناء جلدته. النصوص تميل إلى المباشرة في الطرح والحشو المتكرر والتلاعب بالألفاظ من جانب، والمواراة والتخفي وراء الرموز من جانب آخر، وصياغة فنية للجمل بأسلوب مكثف يتراوح ما بين المتداول في اللغة من مفردات وما بين الاختلاق والنبش لإيجاد صورة تلائم جدلية الحدث وبناء تركيبته، حيث تنمو عنده القصيدة رويداً رويداً لتصل إلى الذروة والمفاجأة في تحليل مصدر المعاناة والاستسلام للقدر في أكثر الأحيان، كما صورها في قصيدته صولجان الأجداد، حيث يقول فيها: ننام ليلنا قريري العيون مستسلمين إلى القدر، ولم يبق لدينا من شذرات الحب والعرفان سوى
هيبة الصولجان. وفي قصيدته تنهيدة شوق يفرغ عواطفه وهو يحمل قبلاته ويذوب شوقا إلى اللقاء مع من أحبهم من الوجوه المارة أمامه في مرآة الحياة اليومية، منهم من رحلوا وتلاشوا فاستوطنوا الذاكرة، ومنهم من في العيان يدغدغون القلب روحا وجسدا. في بودقة العقيدة يتحدث عن سماوات العصور الملبدة بغيوم من الدماء التي أراقتها سيوف العقائد وسكبتها رماح الماردين والعابثين في الحياة. يعرج الكاتب نحو بلدته بغداد حاملا آماله وآلامه للذين يلوذون في حماها من أبنائها البارين، وأن تنهض من بين أكوام القهر والألم تلك البلدة العنيدة التي لم تشخ ولن تشيخ، وهي تصارع عاديات الزمن المر من أجل البقاء، تنوء تحت ثقل تراجيديا الصبر والحرمان، لتهتدي برنين أجراس كنائسها وتغلق أبواب الحزن وتحيا برحاب طوباوية وصلاة وسجود أهلها. تعود ذاكرته المؤلمة لتفصح عن صباحات الوطن المفخخة وحداد مساءاته، عندما كان الموت يمد أذرعه في كل مكان، في مشهد سوداوي لبلد ينام ويصحى على أريكة منهكة من الموت المجاني. كهرمانة العصر ساقية المر للمتربصين والمتصيدين في عكرة المياه، وهي تصب الزيت في جرار اختبأ فيها اللصوص في إشارة إلى صولة من التيقظ وتطهير الوطن من أدرار العابثين والقارضين لحنطة الكادحين. كما في صرخة بنت نينوى إشارة إلى بغداد التي حاصرتها أدخنة النيران الشرهة فحرقت أكبادها في محرقة العصر فاجعة بغداد، غبطة النوارس الراحلة والحمائم الغافية في المهود، ينبه فيها للآتي من إنفلونزا الرياح الصفراء التي تهب عبر زفير الأفواه الضالة، والزؤان الذي يفسد الزروع ويقود العميان ليبحر ضد التيار، وهو يمني النفس بالآمال في تشييد الدار صرحا لا تطاله الأيادي السوداء وتأوهات الظلام. يستمر الكاتب في رحلته ليرسم لوحة سرمدية إلى زمردة قلبه، ويجثو حانيا أمام أيقونة تلك الفتاة النقية مريم وهي تحمل ظل السماوات في حضرة الرب. تشير النصوص إلى توق الكاتب نحو ينابيع الأصالة ليرى أرضاً طيبة تصنع فيها الحياة ووطناً قد تعافى من جروحه. أخيراً يذيل كتابه باعتبار الكتابة لديه هي البلسم الذي يداوي الجروح، وفي كتاباته الوجدانية ينوي سبر أغوار الكلمات وتثويرها لترسيخ قيم الحب والسلام في ربوع أرضنا الجريحة. وشكراً. هذه كانت القراءة والدراسة لهذه المجموعة. الآن نكون مع الشاعر وليد متوكا ليدلي بدلوه بما عنده من قصائد وأشعار في هذه المجموعة. واهلا وسهلا بقوخو كل اخوه خنواثي. اتلي كلمه يعني كم عبره عن كم رخ حالتا كمثقفين اخني بهذا البلد. فزي القارين باللغه العربيه الفصحى. طبعا تحيه عطره لكم جميعا بهذا المساء المبارك الذي جمعنا بمناسبه توقيع كتابي بعنوان رحلتي عبر الزمن. هذا الكتاب الذي يتضمن مجموعة لنصوص شعرية فاضت منها الأحاسيس الوجدانية أثناء كتابتها بمواقف ومواقع مختلفة من حياتي. أنني أريد أن أتطرق لسؤال في غاية الأهمية الذي ربما لا يزال يتداول بيننا نحن المثقفين، ألا وهو: ما فائدة تسخير العواطف والشعور
الإنسان وتجسيدها بشكل خواطر ومقاطع شعرية وحتى قصائد شعرية موزونة لتأخذ حجمها ومساحة تأثيرها المعنوي والأدبي في المجتمع. بالنسبة للإجابة المنمقة، نحن المثقفون وكتاب الشعر ننظر بأن الإحساس والكتابة في حياتنا هو السبيل المنطقي الإنساني الراقي الذي نسعى له بتفريغ شحن العواطف الإنسانية من حب وكره ومحاولة تعديل مسار، خاضعين للظروف التي تجبرنا مسايرتها بمواقف مختلفة من حياتنا. تبدأ بكلمة النصح، عكس ما من موجود ويرى بأن السلطة والمال هما السبيلان للتغيير وإخضاع المجتمعات. فنحن المثقفون نؤمن بأن للكلمة والبيت الشعري بمخرجاته وتأثيره على الإحساس والسلوك البشري هو الأنجح، ولا بد أن يولد لنا في نهاية المطاف أفراد ومجاميع من بيننا نحن المثقفين لها الأذن الصاغية لتجميع شريحة واعية متحضرة تؤمن بأن تغيير السلوكيات البشرية الفوضوية في هذا المجتمع تبدأ بالكلمة وما يتبعها من سرد وتفسير. لذا طالما نؤمن بأن الأحاسيس الشعرية تأثيرها الفعال بإصلاح الحال وتغيير شواذ السلوك البشري بقوة الكلمة المعبرة وفيضها المؤثر على المجتمع، فإننا بذلك نسير بالطريق الصحيح والتوفيق من الله. شكرا لكم. شكرا أستاذ وليد. الآن نكون مع قراءات شعرية تختارها من هذه المجموعة رحلة عبر الزمن. سأختار لكم بعض النصوص من مجموعة الشعرية. سراج الليل. سراج الليل بوجهك ينير ظلمة الليل، لمن ينير؟ الجميع يتخبط بالظلمة ويزيد من ظلمته. رسمت صورتك بالفرشاة وقلم، بدت كصورة الفحم المحروقة لشدة سوادها. أوهمت نفسي بألوانها وزوال تأثير قرفها المظلم، فكانت لي المفاجأة آتية كالصاعقة، سورا أسيرا للكلمة الطيبة تحيط بها الوشاية. تفجرت في مشاعر الغضب والندم دواليك بالكرب، جعلتني مأسورا مباحا كحجرا مركونا يخالج الشوق، بكبرياء وحسرة بأيام تحاجج لتذيب الإنسانية والأخوة فيها، ببلدة فيها العليم يساوره الشك بما يفيض من ترهات الجاهل. ساورته مرارة العيش الرتيب ليرى منها طلائع الغيث لغيره تفيض. كل زمن له لصوصه وكل منبر له رجاله، فشتان بين الصادق الأمين وبين الثعلب اللعوب. سرمدية الحياة زائلة لا محالة بهذا العصر الأليم، كسراب بالأفق الغريب. كأننا لنا واحة أصيلة تجمع فيها ماء المطر، ومن شدة نزوله صنعت لنا واحات بديلة ربما ستدوم سنون زمن القادم، لكنها ستبقى خالية من بركة ذلك الماء الأصيل. باتت تنادي وتهمس ثم تصيح أين المفر مما سيحصل؟ قرمزية بلون الخطيئة باتت حياتنا واضحة. رحماك عهدي بين أبوينا بالأمس واليوم، عندما ستجلجل الشواخص بأيدي سادة الدار لتأبى اكتمال الشر الذي أحاط بلدي عنوة. فحق المظلوم ينير درب كل شريف، يأبى وجود الظالم مجلجلا كأفعى مسمومة تريد به الفتك والافتراء. هذه النص الأول. وقلت لي النص الثاني تم اختياره لهذه الأمسية. بلدي الباء.
أي بلد يمر به الأغراب كأسيرا هشيما يترك الخراب. كنا ولن نكون بهذا الزمن رضاب كسراب الأفق حين ينجلي الضباب. ظلال الأفق حين تمضي كالشهاب كلغة الصمت تستكين فينا القراب. لا لشيء سوى إننا استحينا العقاب عندما تدفعنا الأحزان الموشعة بالصباب لنجد حياتنا بعد ذاك وذاك شعاب. بأرض الوجدان ننبش تل التراب. قلت لي هذه نص ثالث. بلدتي بغدادي في بلدي العراق بلدة اعتلت صهوة فرس السلام منذ القدم. مرت عليها بحسرة أيام الفرح تقاطرت بسقفها ظروف وسيوف. سأم أهلها حال القحط والانتظار. زارها الفرح بالصدف طارقا أبواب أهلها بخجل جالبا الأمل المنشود من بعد الدمار لينتشلها من بين الركام. صارعت ضحت لأجل الحياة والبناء. تشابكت الأيادي ونست أمر صخرتها. أزاحت الظلام والحقد والزؤام من حولها قبل إزالة الركام. لدينا سواعد تتفاخر بها الأخيار تسهر ليلها بنهارها دون ملل حين تدق أجراس كنائسها لتسمع صداها مشارف قراها. استقرت حياتها لبرهة مرت فيها طيور البراري فرحة تنشد دغاريد العودة فكان كل ما مر بها طي النسيان. ولدت وعاشت الأجساد بنعمة الله. مرت عليها بضعة سنون لا أكثر لمحو كل شيء حلو حين حام فوقها طير السواد ليزيح أسراب طيور السماء. حاولوا معها التغيير لمرات جاهدين لتترك ثوبها المزركش القديم حتى ما فيها من مآثر ورموز. تصنعوا المسكنة وتحننوا لها. تصالحوا لمصابها القديم والجديد. الكل ينام ليله قرير العين إلا هي. مرت عليها أيام شهور وسنون تمازجت بليلها الأحلام والأوهام. كل ليلة تمر عليها قصة فرح وألم تمتحن فيها صور الصبر والحرمان. فمن أراد بها خيرا استنشق الصعداء ومن أراد بها شرا ارتجف رعبا لصبرها. زمجرت بالقسم ووعدت بطلب حقها لكيما تنحني لرقيب جاسر ذليل. أرادوا منها سلما لرقيهم ووجاهتهم. أرادوا وطنا لجمع شتاتهم بين الأوطان. أصيلة تلك البلدة التي أنجبت الأصلاء في سوح المنازلة لن تحيد. تقاطر عليها الأشرار ازدادت نورا وسلاما من شفيعتها مريم. إنها أيقونة سلام الشرق المضاءة. إنها أم الشهداء. اختارت طريقها نحو جلجثة المسيح لتحج إليها أفواج البشر لينهلوا منها طيب الإيمان والاحترام. تدعو بهمس أبنائها من كل مكان فاتحة أبوابها بكل عفة وفرح فلتغلق فيها كل أبواب الحزن. حافظت بقيمها وطنا بين الأوطان. أقسمت أن تعيش بحب ووئام في كل ظرف وزمان أو تموت بعز واعتبار. انطفأت نجومها الفذة من سماها بذكراهم وستبقى أرواحهم بيننا ليشتد عزمها بسحبها شمس الخلاص لتنير ظلمة الشؤم وتزيدها فرحا. ليشرق فيها أمل الصباح وعلى أصوات ديكتها تستفيق بأجراس كنائسها تهتدي التي لا تتكئ على كتف أي عدين. إنها حرة لن تنحني وفية لدم شهدائها. هل عرفتموها؟ إنها بلدة الأحرار بغداد. وشكرا جزيلا. سيما رابي وليد لهنا قرياثة من كنشتا محريثة زقيا ديل عبر الزونة.
تهنئتنا وتبريكاتنا للشاعر على هذا المنجز الأدبي الذي أضاف إلى المكتبة الأدبية في بغداد ونينوى والعراق. نتمنى للشاعر تجاربا أخرى أكثر نضوجا إذا كانت هذه التجربة غير ناضجة، وأنا أعتبر أن أي كتابة تعتبر منجز أدبي مهما كانت، لكنها قد لا تلائم مثلا الشعراء الذين يستخدمون آليات قوية في كتابة الشعر، يعني الترميز، الموسيقى، الأمور الأخرى التي كانت غائبة في هذه المجموعة. فنتمنى لشاعرنا إنجازات أدبية أخرى إن شاء الله تكون في المستوى الجيد. شكرا. الآن نكون مع توقيع الكتاب، سيكون كتاب رحلتي عبر الزمن بين أيديكم، وتوقيع الشاعر وليد متوكا، فتفضل. هذا الصبر السعيوم السرياي مقملة رمشة صبرايا، وهو قرشتة درعنا لكثاوة محورة وليد متوكا مشقلة دي أو حزقيا ديل عبر زونة. هذا كثاوة أهل خائبة خاكمة مشحياثة 25 مشحياثة بريسيوة من دار ماشكي للطباعة والنشر والتوزيع. هذا كثاوة إيب أشعار كولا ما دكثولة مع حورة ديواه من إثيا من ناشد بغداد وما دغزيل بغداد بأنا يماثى ديوا نورة وقتلة جو بغداد وغزيل البغداد آخا وغزيل حرمان وغزيل تهجير، وأني كلكم كاثوه بخا أسلوب شعري كم قاريه آخا. وهذا كثاوة هو منجز أدبي، يعني ابن مزيدخ بقاوح مكتبة الأدبية بغداد، وكبيش محورة كم عابر عن مشاعر ديدح وأحاسيس ديدح، ومن ديانتك مخازيه ترائيات ديدح ببغداد، ترائيات ديدح بفترة نزوح، ترائيات ديدح قاديوها ببغداد. ف خويات الصبر والسايوم دائما كاو تشجيع دا كثاوة ديدا بطباعة كثاوة، وبوادة داني أمسيات توقيع الكتاب. فتهنئات ديدا دا كثاوة وليد متوكا وتبريكات. هذا منجز أدبي خاثة وقمايا ديدح، وإن شاء الله بتهاوي لها منجزات خنة وكثاوة ديدا هم تهايبه أن مقدمي خمندي مساب قراية وكثاوة أهل من سمات مجتمعات مثقفة، مجتمعات إنك خلق بيد بان مجتمع لازم تبان كثاوة، لازم تبان قراءة وكتابة. وهذا خمندي حيلة أنا قايل يعني مهم له دا كل أمتا وهاويتن بسيمة نوئيل جميل بغداد. شكرا حضوركم بهذه جلسة في توقيع كتاب اللي مضمونه رحلتي عبر الزمن. طبعا هذا كثاوة تجربتي الأولى في مجال النصوص الشعرية والخواطر التي استوحيتها من مواقف عديدة. فأنا يعني هذه مرحلة من مراحل حياتي ميري مثلا أنه جيجن خناوة لمجال الشعر ومجربن قابليتي بهذا المجال. ف يعني محول لي كمحاولة فغزيلي أنه إيث من ديانة إيجابية وإيث من ديانة سلبية حسب ما حصل من انتقادات لبعض ما موجود في مضمون هذا الكتاب. إن شاء الله التجارب القادمة ستكون أكثر بلورة
وأكثر يعني دقة في مجال الشعر. وشكرا جزيلا. وليد يلدم التوكة من بغداد.